السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعضين أحلى بطاطا، صينية بطاطا كده رهيبة، أحسن من الشوي أو السليق أو أي حاجة. هنعملها بطريقة لذيذة ومغذية جدا للأطفال. البطاطا عامة كلنا بنعشقها سواء كبار أو صغيرين. يلا بينا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، فعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا بنبدأ بصلاتنا على الحبيب المصطفى. أول حاجة جايبة هنا 2 كيلو من البطاطا بتاعتي. هي كانت الوزنة تقريبا 2 كيلو ونص، مش هتفرق يعني. هجيبها طبعا انا نقعاها في مية لمدة ليلة كاملة لحد ما اتغسلت واتشطفت كويس قوي من الطينة، ونزلت كل الطينة وكل حاجة عشان تعرفي تبدأي تشتغلي بيها. تاني حاجة هجيب سكينة كده او مقشرة بطاطس، اي حاجة بس تقريبا المقشرة مش هتساعدك قوي زي السكينة، بمعنى ان هي هتلاقيها مش شايلة يعني الحتت اللي بتبقى من تحت البيضة تحت القشرة بتاعة البطاطا. فاحنا خلينا في السكينة افضل، بس ما تاخدوش منها كتير يعني ما تبهدلوش البطاطا. بس كده هفضل اقشر فيها. هقشر كل الكمية بتاعتي، وبصوا بيبقى في حتت كده زي ما قلت لكم مش بتاخدها المقشرة، فبتاخدها السكينة يعني. ببدأ بقى ان انا اعملها صينية البطاطا دي، من احلى صواني البطاطا اللي احنا بنحبها عامة، وكلها مغذية للاطفال وبجد جميلة جدا جدا. مكوناتها سهلة جدا يا بنات، واي حد ممكن يعملها في البيت اصلا. بدل ما انتي بتروحي المحلات او كمان المطاعم وتقولوا له وتقولوا له بعد الاكل يعني الغداء او اي اكل انت هتاكليه، اي وجبه يعني، تقولي له عايزه التحليه بتاعتي بطاطا، يعني صينيه بطاطا كده تحفه. سهله وجميلة، وممكن تقدميها لأي حد في العزومة، أو مثلا لو أصحاب بنتك أو ابنك أو أصحاب جوزك أو أي حاجة، أو أصحابك انتي أي حاجة. تقدميها سهلة جدا وجميلة جدا، وطريقتها بسيطة، كل مكوناتها في البيت. هتعملوا زي ما انا بعمل كده. البطاطا بيكون فيها حتت كده مثلا بايظه تشيليها، اوعوا تخلوها تمام. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان انتوا تنقعوا البطاطا لمده ليله كامله كده في الميه، لحد ايه ما تنزل الطينه بتاعتها والكلام ده كله. يعني ممكن تحطيها بالليل وتيجي الصبح تبدأي تشتغلي فيها. انا كنت حطاها من الصبح، الفرق بقى ان انا كنت حطاها من الصبح وجيت عملتها بالليل كده على الرواقه في السهره يعني. قلت لهم كلوا. وبعد ما بردت كانت تحفه. المهم رحت غسلتها على الحوض عشان مسكت الايد وكده، وهبدا ان انا اقطع البطاطا بتاعتي، بس مش هقطعها اللي هي القطع الكبيره، خليها قلم، بس القلم بتاعتي سميكه شويه، مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، مظبوطه يعني عشان ما تتهرش مني في اثناء يعني التسوية بتاعتها. تمام، عشان احنا هنسويها الاول قبل ما احنا نحطها في الفرن. تمام، تمام كده، زي الفل زي الفل كده. لايكات بقى كتير وسبسكرايب، فعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. حبكم جدا في الله. هعملها كده عشان مثلا بيكون في بطاطا من تحت انا مش شايفاها، فهبدأ ان انا اشيلها. شايفين؟ بقطعها كده براحتكم، قطعوها طويلة صغيرة كبيرة مفيش مشكلة، كده كده بالطول او بالعرض، كده كده اصلا هتتسلق. هجيب حلة بقى بتاعتي، ورق الزبدة كده، وهلف الحلة بالشكل دوت. او الف الورق الزبدة كده في الحلة بالشكل ده، بحيث ان البطاطا بتاعتي ما تلزقش في الحلة ولا اي حاجة، ويكون ورق الزبدة كاسي عليها بحيث ان هي تستوي وتبقى زي الفل وتتهرس كده وتبقى جميلة. هنزل بالبطاطا بتاعتي كلها في الحلة بالشكل ده، وهرفع قوالب الزبدة بتاعتي الورق، وكوباية من المج بتاع الشاي بتاعي، وهنزل بيه زي ما انتوا شايفين كده على البطاطا. هي كوباية او اقل من الكوباية كمان، بس انا حطيت كوباية عشان انا عاملة البطاطا بتاعتي سميكة شوية. كفيل ورق الزبدة ده اني يسويها. هرفعها بقى على النار. هسيبها بقى على نار هادية خالص لمدة ساعة. ماشي، هي بتاخد ساعة او ساعة الا ربع تقريبا. هسيبها، واول ما تبقى ما تخلص كده يعني من على النار وتستوي، وتأكد ان هي استوت، نزلتها كده في البولة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي باردة جدا عشان تعرفي تشتغلي فيها وما تكونش ملسوعة كده معاكي. المهم هحط كوباية من السكر، كوباية الشوب دي، ونص كوباية من السمنة البلدي او السمنة بلدي على زيت او اي حاجة او خليط، مفيش مشكلة.
وكوباية من اللبن، وجوز هند وفلفل جوز هند قصدي، وفول، وكمان زبيب، ماشي، واربع ظروف من الفانيليا بس. معلش قلت فلفل بدل الفول، ام سوري. المهم نزلت بيهم كلهم كده، وهحط نص تقريبا باكل بيكنج باودر بتاعي، بس كده. وهنزل بيهم، وبعد كده عندك هرست الفول، انا للاسف اتكسرت مني، فقلت خلاص بنفس الكوبايه اللي انا عملت بيها السكر هتهرسيهم. وممكن حاجه تانية افضل، انا هرست الفول دي، او اي حاجه يعني عندك، المهم اتكسرت مني. فالفكره ان انتي اصلا المفروض دعاكي البطاطا كويس جدا قبل ما تبداي تشتغلي فيها، بس انا قلت احط كله مع بعض كده ودعكه مره واحده، عشان ايه تبقى خلطبيطه بالمره. بس هو الافضل ان انتي تعملي البطاطا تهرسيها الاول، تهرسيها خالص يعني. المهم بعد ما هرستها خالص، هنزل بثلاث بيضات بتاعتي، البيض بتاعتي كبير شوية يعني، مش كبير ولا صغير، بس متوسط يعني. وكتري فانيليا زي ما انتي عايزة عشان زفار البيض، بس كده. هتفضلي بصي بيكون في تكتلات كده بسيطة بتاعة البطاطا، لازم ترسيها بايدك. انا لابسة جلافز هنا عشان بس ايه مسكة الايد والزلبطة بتاعة بتاعة البطاطا بتاعتي، تمام. بس كده هعملها زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اهرس فيها واهرس في البطاطا كويس قوي لحد ما اتاكد ان البطاطا بتاعتي سليمه وما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه. شايفين؟ هجيب صينيه بتاعتي كده، الصينيه الكبيره، انا حطيتها في المتوسطه بس للاسف لقيتها كبيره عليها، رحت نقلتهم في الكبيره. وطبعا تكوني دهنه الصينيه زيت او سمنه، ومفيش مشكله. لما نقلتهم دهنت الصينيه التانية برضو زيت، ابتدى سمنه، اسفه. المهم بصوا الصينيه عامله ازاي. هدخلها بقى على درجه حراره يعني الفرن يكون سخن، بس على درجه حراره متوسطه، على رف اللي هو قدام النار، تمام. وهسيبها بقى تستوي براحتها وتاخد لون من فوق تحت الشوايه. ودي النتيجه، قطعتها وهي بصوا يعني كانت بردت الى حد ما، بس هقطعها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ريحتها جباره، وكمان لما بتقعد في التلاجة بتكون تحفه، طعمها بيكون رهيب. لازم تحطيها في التلاجة وتدوقي طعمها. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ والبطاطا نفسها تجنن، ولا تقولي لي مشويه ولا تقولي لي مسلوقه. بجد دي احسن طريقه للبطاطا، بعملها على طول. لايك بقى كتير وشير، وكمان كومنتات حلوه منكم، قولوا لي انتوا بتعملوا البطاطا بأنهي طريقه وانهي طريقه عجبتكم. وان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات انتوا بتعملوها ازاي. اكيد اشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.